ولدت من رقة الأنغام والزهر، من قسوة القيض والصحراء والحجر، من فطرة الطفل تلهو بين مقلته براءة الدهر رغم الظلم في البشر، من خضرة الحقل ألقى ذيل معطفه على الروابي على الشطآن والجزر. ولدت في مدينة ضمد في عام 1360، ونشأت عند والدي، وكان يعني حريصين كل الحرص على أن أكون متربيا على العبادة. لقد ولد الشيخ أحمد في مدينة ضمد لأبوين كريمين وصالحين، وقد اعتنيا بتربيته تربية صحيحة منذ البداية. شيخنا من سكان مدينة ضمد، مدينة العلم والعلماء. هذا الرجل وفقه الله. من هنا جئت أستقي لوجودي مفردات العز ولحن الخلود، كم تراءت في ناظري أمان يجتبيها عزم الشباب الرشيد، في رحاب قدسية تتهادى بين همس التقى ونجوى السجود. في ضمد تفتقت شهية العلم والمعرفة باكرا وسط أبوين يمداه بالعزيمة والصبر. فتربيت في مدرسة الوالدين، عندها منهج التربية والتعليم بكافة من جميع أجزائه. تعلمت أولا في الكتاتيب، ثم بعد ذلك واصلت دراستي، انتقلت إلى وزارة المعارف إلى مدرسة أسست على نفقة وزارة المعارف في مدينة ضمد، كان يديرها سعيد المرابي. ثم انتقلت من بعده إلى مدينة الصبياء، ثم انتقلت إلى جازان، وكان هذا من تلقاء نفسي وبمتابعة من والدي، وأخذت منها الخامسة والسادسة ثم تخرجت منها. الشيخ أحمد من أوائل طلبة المعهد العلمي بصامتة، وممن تتلمذ على الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. واصلت الدراسة به إلى أن تخرجت من المتوسطة ثم الثانوية، وبعدها توجهنا إلى مدينة الرياض لمواصلة التعليم في كلية الشريعة. العدل سلوك حضاري سوي ومطلب إنساني، هو مجموعة من الثوابت والقيم السوية من التعاليم المقدسة التي حظي بها ديننا الحنيف. بعد أن تخرجت من كلية الشريعة كان من نصيبي أن التحقت برئاسة القضاة التي كان يرأسها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وتخرج ليس كغيره، فغيره كان يتخرج ملازما، أما شيخنا فقد تخرج قاضيا مباشرة. وهو أيضا من أوائل خريجي كلية الشريعة بالرياض، ومن أوائل من تعين في القضاء في منطقة جازان. باشرت عملي في العارضة ووجدتها الناس بسطاء بحاجة إلى تعليم وبحاجة إلى توجيه، ثم انتقلت إلى أبي عريش وجلست فيها فترة ليست بالقصيرة تقارب 10 سنوات، ووجدت على أن الأعمال هناك يعني متكدسة، وأن الصكوك يعني غير مرغوب في إخراجها، بحجة على أن أراضي أبو عريش وقف، ولكن لم تثبت لدي وقفيتها، واستمريت في إخراج الصكوك حتى أرى النور وبنوا القصور والمباني، وهي الآن مدينة مشيدة فيها ما يسر الناظر. كما انتقلت إلى مدينة جيزان. شاء الله لي بأن أزامله فترة طويلة في المحكمة العامة بجازان. كان
مثالا في الانضباط في الدوام والاهتمام بالعمل وسرعة الإنجاز، وكان محل تقدير رئيس وقضاة وموظفي المحكمة. وفي فترة وجيزة يعني صار الاختيار علي كقاضي تمييز في مكة المكرمة، عملت بها أكثر من 10 سنوات. على إثر ذلك تقعت بحكم النظام. بشير خير ورسول إصلاح وتنوير، تاريخه حافل بالعطاء، وسيرته معطرة بالقضاء، أحب الوطن وولاته والمنطقة وأميرها. إن محبة الناس قانون كوني شفيف، لا يخدشه الجهر بالحق ولا يشترى بالمال والجاه، هو هبة إلهية وحسب. لا شك أن القاضي أو المسؤول هو جزء من المجتمع، ولا بد أن يشاركهم في أفراحهم وأحزانهم حتى يشعر ويشعرون منه بأنه جزء من المجتمع. يهتم بأمور المجتمع وبإصلاح المجتمع، بل كان محل تقدير المواطنين جميعا. بمناسبة تكريم الشيخ الجليل، فهو تكريم في محله لرجل قدم جهده وماله وأرضه وصحته لهذا المجتمع. تعجز الكلمات عن الوصف، فهو معلمي وتربيته أثرت فينا تأثيرا مباشرا، حيث أني أعتبر هذا الوالد مدرسة الأولى في الحياة. لقد تحققت أمنياتنا في هذا الرجل، فهو الشخص الذي تتمنى أن يكون لك. فإن تمنيت أن يكون لك أبا فهو والله نعم الأب، وإن تمنيت أن يكون هو الأخ فهو والله الأخ، وإن تمنيت أن يكون هو الصديق فهو والله هو الصديق، وهو القائد وهو المربي وهو القدوة. المواطنة انتماء صادق، رؤية صائبة، عمل مخلص. المواطنة شعور بالمسؤولية، شراكة وبناء، تهيئة الجيل للأرض والأرض للجيل. المواطنة أمانة، ليست مالا نكتسبه أو مصلحة نتقاضاها. عشت في وطن معطاء أسدل علينا خيراته، لا سيما ونحن نسعد ونشرف بوطننا الغالي الذي يحتضن الأماكن المقدسة، ونحن نستظل بظل حكومة راشدة عادلة تحكم شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ونائبيه والأسرة المالكة أيدهم الله. الشيخ أحمد معروف بإخلاصه لله عز وجل، ثم ولائه وخدمته لولاة أمره ولدينه ولوطنه. وهو يذكر أيضا الآخرين بما تقوم به الدولة من خدمات جليلة وما لها من حق عظيم على المواطن. التقاعد ليس تفرغا من العمل، بل هو تفرغ لخدمة الناس والأرض، هو محطة اجتماعية لا يتقن الإفادة منها إلا القليلون. يجب على أن يكون مدينة واسعة تستقبل الناس في توجيههم، يستقبل الناس في الإحسان إليهم، في العطف عليهم، في ترشيدهم. ينبغي على أنه يكون مدرسة للعالم. هذا الرجل أمثله بسحابة ماطرة، أينما هلت أنبتت وأربت، وأينما سرت أهنت وأمرات. عرفناه ذاك الرجل سواء على مستوى الجمعيات أو لجان التنمية الاجتماعية، ذلك الرجل صاحب الحضور، صاحب الكلمة الطيبة، صاحب البشاشة، صاحب الدعم المادي والمعنوي. ولا زال هذا الرجل يواصل مسيرته في العمل التطوعي، يبذل جاهه في المعروف، وفي ماله حق للسائل والمحروم. منابر الدعوة من علمه، ومراتع الفتيا من نبعه، علم وراية وتاريخ ورواية. العظماء لا تقف حياتهم، لا تنتهي فاعليتهم في الحياة، هم باقون ما بقيت السماء والأرض،
نقرأهم في جنباتنا، تمتزج بهم حياتنا. العظماء قليلون لكنهم يسدون رمق الحياة.